السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعين ومتابعين قناة همة الأبان. هنبدأ يومنا النهاردة بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة هنعمل محشي كرنب. جيب الحلة وحط فيها نص كوباية من الزيت ومكعبين من الزبدة، واضربي شفشق طماطم كده حوالي كيلو، وانزلي بيه على الصلصة. اكمن الجو حر، احنا مش هنقلل بصله، احنا هنعمله كله ني في ني. جبت البصله وتخرطيها ناعم كده او تفرميها في الكب، اهم حاجه يكون تخريط رفيع قوي. وحطي بقى البهارات، معلقه من السبع بهارات، معلقه كمون، معلقه فلفل اسمر، معلقه من الكزبره، وادعكي البصله بيها جامد عشان تنزل الميه اللي فيها. بعد ما دعكتها كده تروحي نازله بقى على الطماطم بالبصله اللي انت فرقتيها بالبهارات، وتقلبيها لغايه ما تتسبك مع بعضها. انا بعملها كده ني في ني علشان الجو حر والبصل بيبقى حامي لما بتحمريه في الصيف. وجبت الكوسه قورتها وغسلتها، وعملت بتنجان برضو وفلفل اهو، وكرنبايه صغيره كده برضو سلقتها وخرعتها. وبكده بعد ما التسبيكه اتسبكت والسمنه طفت على الوش، هنزل بالرز. كده بعد ما قلبت الرز وشوحته كويس هروح نازله بقى بالخضره، ولو عندك عود نعناع اخضر حطيه. كده بعد ما حشيت المحشي اهو هفرش عليه ورقه كده اغطيه، وهسقيه بقى بالشوربه. ما تحاوليش ان انتي تغطي المحشي خالص بالشوربه، دوبك بس يبقى ناقص عقله بالطريقه دي كده. وحشيت الكوسه اهي هسقيها برضو، وبكده اعلق عليها وارجع لكم تاني. كده خلصنا المحشي اهو، بصوا اعملوا بقى بالطريقه دي هتعجبكم. وبكده خلصنا الفيديو بتاع النهارده. دعمونا بلايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله.